متى وكيف وأين ستقابل الزوج المستقبلي؟ معانا مجموعتين. المجموعة الأولى الحجر الأبيض أو الصورة دي. المجموعة التانية الحجر الأسود أو الصورة دي. أهلا بيكم يا مجموعة رقم 1. اولا الطاقة بتاعتكم انتوا حاليا في طاقة عندكم حدث قوي جدا، عندكم روحانية عالية قوي، بتحاولوا ان انتوا تنموا الجانب ده فيكم وهو بالفعل اصلا متطور فيكم قوي. ممكن تكونوا بتقروا تاروت كتير، ممكن تكونوا مشتركين في جروبات الفترة دي ليها علاقة بالامور الروحانية. يعني انا حاسة ان انتوا مركزين الفترة دي على الحدث وعلى الحكمة الداخلية وبتقروا كتب كتير قوي الفترة دي. ممكن كمان لبعضكم مش بس بيسمع تاروت، لا ده بيتعلم قراءة التاروت بطريقة احترافية اكتر. انا كمان شايفة بعضكم منتظر قوي رسالة من حد، عايز حد معين يكلمه، مستني حد بقاله سنين او بقاله كتير قوي. ممكن على فكرة ما تكونش سنين ولا حاجة، بس انتوا متعلقين بالشخص ده قوي، فحاسين ان الوقت في بعده كبير قوي، فانتوا مشتاقين له ويأسانين وبتقروا كمان تاروت وبتسمعوا تاروت عنه. هل مثلا هيرجع لي، هنتكلم، هيعترف لي؟ فده بالنسبة للطاقة بتاعتكم. لو انطبقت عليكم كملوا القراية، لو منطبقتش عليكم اسمعوا المجموعة التانية، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا لايك. قبل ما يخش حياتكم الزوج المستقبلي على طول، انا حاسة ان انتوا هتكونوا في حالة من الصراع والضغط النفسي الكبير، وهتبقوا حاسين ان انتوا كأن جواكم 50 شخصية، اللي هو جواكم كذا حد عايز الحاجة وعكسها، مش عارفين انتوا عايزين ايه. كمان ممكن تكونوا مثلا بتتصارعوا مع شخص معين، ممكن يكون حد من الأهل، ممكن يكون علاقة عاطفية، حد في شغلك، أو حتى زي ما بقولك حاجة بينك وبين نفسك، كأنك بتحاول تدافع عن نفسك، كأنك بتحاول تدافع عن آرائك. مثلا انت كمان في حد متغاظ منه، على فكرة انا حاسة ان انت متغاظ من شخص معين، وكمان انا حاسة ان في فراق كده بينك وبين حد. الفراق ده عامل لك مخلي طاقتك صفر، مخلي طاقتك وحشة، مخلياك عصبي، مخلياك متضايق من اي حد، بتطلع غضبك ده في اي حد، مش متزن في حياتك. الشخص ده اول ما هيخش حياتك انا عايزة اقولك ان انت هتعيط من الفرحة. احتمال كبير قوي يكون حد من الماضي، والحد اللي انت اصلا لو هو فعلا في حد دلوقتي انت مشتاق له زي ما قلت لك في الطاقة بتاعتك، فالشخص ده احتمال كبير هو اللي يرجع ويكون هو الزوج المستقبلي. ليه بقى؟ لان انا حاسه بفرحه واشتياق، وكأنك يا انت بقالك كتير قوي ما جيتش، انت فين؟ انت وحشتني قوي، انا حياتي من غيرك كانت وحشه قوي. كان انا حاسه كل ده انت بتقوله وانت حاضنه، وبتقوله وانت فرحان ان انتوا رجعتوا لبعض. كأن فجأة الحياه لونت، كأن مثلا فجأة كان في دوشة كبيرة قوي جواك وهو جه، بمجرد رجوعه كل حاجة سكنت وكل حاجة اطمنت جواك، وبقيت مبسوط وبقيت فرحان ورجعت تاني عايش. انا حاسة قوي كل ده من الكارت. لو الشخص ده مش من الماضي وانت مفيش حد اصلا بالمواصفات اللي انا بحكيها دي، فعلى فكرة الشخص اللي هيجيلك ده هو توأم روح، والشخص ده انت هتحس معاه بنفس الكلمة، اللي هو انت كنت فين من زمان، انا حياتي من غيرك كانت وحشة قوي، انا ما صدقت لقيتك. هتحس ان انت تعرفه من سنين وكأنه حبيب وغايب بقاله سنين واخيرا رجع. الشخص ده هيتدخل في حياتك الفرحة، السعادة، الدفى. ولكن كمان انا شايفة ان الشخص ده هيبقى حياتكم مع بعض يعني، او تأثيره عليك في حياتك زي ما قلتلك الدفى والسعادة والحب والحاجات الجميلة قوي دي،
وانت هتبقى راضي وفرحان قوي، ولكن كمان هيبقى فيه شوية تعلق، او مش يعني احتمال يكون تعلق، واحتمال كمان يكون يعني ايه شوية تحكمات، شوية سلبية من النوع. التحكمات ممكن يكون غيور اوفر مثلا، او يكون بيحب يتملك الشخص شوية، ممكن يكون مثلا عنده اراء مختلفة عن ارائك، متشدد فيها. بمعنى ايه؟ انه مثلا هديك امثلة، مش شرط تكون هي دي اللي انا اقصدها. انت مثلا مش محجبة وهو مصمم ان انت تكوني محجبة، انت مثلا مش مقتنعة ببيت العيلة وهو لازم يتجوز مع اهله. دي امثلة، انا ما قلتش ان هو هيعمل كده، انا بس بفهمك الفكرة ان هو هيكون عنده شوية تحفظات كده ممكن تكون خانقاك شوية ومضايقاك، ولكن مع كمية الحب الكبير اللي هو هيضيفها لك في حياتك انت هتكون راضي وهتكون مبسوط والموضوع ده مش هيأثر قوي. الشخص ده انا حاسة ان انت هتقابله من خلال حاجة تطوعية. التطوعية دي تشمل بقى حاجات كتير قوي، تشمل مثلا أعمال خيرية، أو مثلا ممكن كمان حاجة مثلا أنت مش مجبر عليها، زي مثلا دورة تتعلم فيها حاجة هي مش لازم، يعني مش لازم ان انت تاخدها ومع ذلك انت بتعمل ده عشان بتحبها. مثلا بتتعلم الموسيقى، بتتعلم مثلا مشترك في ورشة للكتابة، دورة مثلا لتعلم الطرود زي ما بقولك. حاجات اللي هي مش مفروضة عليك ان انت تعملها، حاجات تطوعية. كمان بنسبة كبيرة قوي برضو حاجة ليها علاقة بالأعمال الخيرية. ممكن كمان تكون حاجة ليها علاقة بالدراسة في الجامعة مثلا، أو في كورس إنجليزي، أو في حفلة. ممكن على فكرة برضو في حفلة أو مناسبة اجتماعية زي مثلا فرح. وعلى فكرة الشخص ده انت بينك وبينه معارف مشتركة، يعني مثلا ممكن يكون انت ليك صحاب بتنزل وبتخرج معاهم وكل حاجة، أو حتى على النت، وحد فيهم عارف الشخص ده، فهو حاسس مثلا ان انتوا الاتنين هتلاقوا مع بعض قوي، فعمل ايه بقى؟ فجمعكم مع بعض، خلاك مثلا تنزل تتقابل معاه، قالك مثلا تعالى قابلنا، احنا عاملين مثلا هنخرج النهارده مثلا في كافيه ولا اي حاجه، وانت مثلا هتنزل وهتروح تقابلهم وهتشوف الشخص ده، وهتتفاجئ ان هو مثلا انت يا اما تعرفه يا اما ما تعرفوش بقى. لو هو من الماضي هتتفاجئ ان هم وفقوكم عشان ترجعوا تتقابلوا تاني، ولو هو مش من الماضي فانت برضو هتتفاجئ ان انت في حد جديد، وانت هتحس ان انت معجب بيه، وهتكرشوا بقى على بعض، وهتبدأ القصة من هنا. يعني عايزة اقولك ان الناس اللي حواليك هيبقوا فرحانين قوي بيك، وهيبقوا حاسين قوي بالفخر من العلاقة اللي انت داخلها، كأنهم فرحانين لك. يعني مش حاسة ان في حد مثلا هيبقى غيران او مثلا متضايق منك، او اللي هو بينفسن عليك او كده، لا بالعكس، انا حاسة ان هما هيبقوا مبسوطين وحاسين ان انت اخيرا لقيت حد كويس، حد انت تستحقه، حد يدعمك، حد فعلا يشاركك اهتماماتك، حد يساعدك، حد مثلا يعني هما هيبقوا شايفين علاقتك بالطريقة دي، شايفين ان انت علاقتك متوازنة وجميلة، وان انت لقيت اخيرا الحاجة اللي انت كنت عايزها، وكأنك في علاقة مكافأة ليك. هما هيبقوا شايفين كده، وهيبقوا شايفين ان انت تعبت قوي وتستاهل فعلا علاقة حلوة زي كده، فهيبقوا فرحانين لك قوي. على فكرة واضح ان صحابك بيحبوك واهلك بيحبوك قوي. عايزه اقولك ان الشخص ده اول ما هيشوفك، اللي هو الزوج المستقبلي، اكتر حاجه هتجذبه فيكي رقتك، اكتر حاجه هتشده فيكي الروحانيه اللي عندك. انت ممكن تكوني مش هتتكلمي في حاجه روحانيه، او ممكن فعلا تكونوا هتتكلموا في حاجه روحانيه لو انتوا مثلا زي ما قلت لك كده هتتقابلوا في مكان ليه علاقه بالحاجات اللي زي كده. هيبقى عاجبه قوي رقتك، اسلوبك، روحانيتك، الصدق في التعبير. انت ممكن تكوني كاتبة كمان، بتكتبي مثلا مقالات حساسة روحانية جميلة قوي، مثلا بتلمس القلب، او بتعبري فيها بجراءة وبإحساس عالي عن اللي جواكي. فهو يعني ايه هيسحره الحتة دي، وهيخليه يحس تجاهك بانجذاب كبير جدا وبإثارة عاطفية عالية قوي. ممكن تكوني مش اوفر في لبسك، بس عندك ذوق كده، عندك رقة، عندك شياكة، اسلوبك حتى في الكلام، طريقتك كده
ممكن تبقى على فكرة تفاصيل بسيطة قوي، بس فيها كده بتبين فيها رقتك، بتبين فيها اللطف اللي فيكي اكتر كمان من الجاذبية الجنسية. يعني انا حاسة ان هو مش هيبقى مثار جنسيا قوي على قد ما هيبقى مثار عاطفيا، ومحترم دماغك قوي، عجباه دماغك وشخصيتك. ده هيخليه يفكر فيكي وتسيبي عنده انطباع قوي قوي، ويقول البنت دي انا عايزه اتجوزها، البنت دي هي دي اللي انا بدور عليها. فطبعا القرايه تنفع راجل او ست، انا بتكلم برضو بصيغه الانثى علشان اغلبكم بنات. ومش معنى كلامي ان هو مش هيبقى مثار ليكي جسديا، ولكن انا اقصد انه اكتر ما هيجذبه ليكي هو العاطفه، وهيقع في حبك من اول نظره كده. ولو هو على فكره الشخص ده كان من الماضي، فهو على فكرة دي كانت هتبقى اكتر حاجات برضو بيحبها فيكي قوي. ولما هيشوفك هيحس ان انت اتطورتي في الجانب ده. يعني لو انتوا غايبين عن بعض بقالكم فترة طويلة، فهو هيحس ان انت فيكي حاجة اختلفت، انت اتغيرتي، انت نضجتي اكتر، بقيتي عارفة نفسك اكتر او روحانية اكتر. هيبقى حاسس كده بطاقة لذيذة قوي منك. بالنسبة لك انت بقى هتحسي اتجاهه بالفضول والمفاجأة. انا حاسة ان انت هتتفاجئي بالشخص ده، كأنك مثلا هتقولي ايه ده، وانا اخيرا لقيت بني ادم حقيقي، اخيرا لقيت بني ادم كده طبيعي، وانسان متزن، وانسان حلو، وانسان مش بيفكر طول الوقت في حاجات عبيطة او تافهة او عايز مني حاجة مثلا جسدية بس. ايه ده، في راجل كده محترم بيتكلم وناجح وشاطر، وكمان بيتكلم معايا كده كلام متشابه مع افكاري. مثلا كنت فاكرة الكلام ده في الاحلام وبس. فانتي هتحسي بالفرحة قوي، وهتحسي كمان ان انتي الشخص ده عجبك فيه الطموح اللي عنده، وعجبك فيه ان هو عنده طاقة وعنده احلام. هتحسي ان انتي قدامك شخص زي ما انتي عايزة تتجوزي بالظبط. انا عايزة اتجوز واحد بالصفات دي، هتلاقيها اخيرا في الشخص ده. فكمان هتحسي ان هو على فكرة هيجي يطورك. يعني هتحسي ان هو الشخص ده ممكن يكون ملهم ليكي، وشخص ان هو ممكن يطورك في حياتك، وعندك حق هو فعلا هيعمل كده. بالنسبة بقى للفرح بتاعكم هيكون شكله ازاي؟ بصي، لو انتي مثلا من الناس اللي بتحبي الافراح بقى الكبيرة الضخمة اللي فيها مثلا حاجات بقى يعني جامدة، مثلا في فندق ولا في قاعة كبيرة والكلام ده كله، فانت ممكن تكوني ده مضايقك شويه. ليه؟ وعلى فكره ممكن يكون ده من الحاجات التحكمات اللي هتبقى رخمه شويه. هو مش بيحب كده، هو مش بيحب او معرفش هو مش بيحب ده، ولا هو مثلا ظروفه الماديه مش هتبقى. يعني ايه اللي هيخلي ان الفرح بتاعكم يبقى على الضيق؟ انا مش عارفه صراحه السبب، ولكن الفرح هيكون فرح عائلي في اطار عائلي، وهيكون بسيط، وهيكون هادي كده ورومانسي اكتر من كونه مبهرج مثلا، او في بقى عارفين انتوا الهيصه بقى والحاجات اللي هي الكبيره دي. هو هيكون فرح بسيط، ممكن يكون في المنزل زي ما بقولك، ممكن يكون مثلا في مسجد او في قاعه بسيطه، مثلا تكتبوا الكتاب وتروحوا على طول. ما تعملوش مثلا فرح او كده. انا حاسه شويه ان انت ممكن يكون ده مضايقك، بس يعني هو هيكون في لحظات دافية كتير ولحظات حلوة كتير. فانت حاول بقى تستمتع بالوضع ده، وما تتضايقش من حاجة زي كده. في النهاية يعني الفرحة في القلب، مش في المظاهر والحاجات دي. في شخصية في حياتك انت هتبقي محتاجة قوي انك تكوني حذرة منها. الشخصية دي ممكن تكون حماتك، ممكن تكون حد من اهلك، ممكن يكون الشخص نفسه اللي انت هتتجوزيه. الشخصية دي انا هقولك مواصفات كده عنها وتكوني حذرة منها من ناحية ايه، وانت هتعرفيها لوحدك. هتكون شخصية شوية قاسية في كلامها، قاسية في تفكيرها. على فكرة الشخصية دي ذكية جدا، لبقة جدا، وحادة نوعا ما في طباعها الى درجة القسوة شوية. فهي ممكن مثلا تكون ايه، هتحاول تفرض رأيها عليكي، هتحاول ان هي مثلا ايه تمشي كلمتها، يعني زي ما بيقولوا. عشان كده انا حاسه ان هي ممكن تكون حماتك، او ممكن تكون جوزك ذات نفسه على فكره. يعني ايه، زي ما لان انا حسيت شويه ان هيبقى في شويه تحكمات هتبقى في العلاقه. فانت محتاج بقى ان انت تكون مرن وتمشي امورك، يعني تتعامل بعقلك مش تتعامل بعواطفك. يعني من الاخر ما تندفعش. يعني فاهمين ازاي؟ ما تقولوش بقى ايه لا ومفيش حد يمشي كلمته عليا، ما حدش يقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه.
لا ما تقولش كده، يعني خليك ذكي، خد حقك، يعني اخذ الحق حرفة زي ما بيقولوا. كمان لو انت عندك شوية مخاوف او شوية شكوك، حاول تاخد بالك من الشكوك والمخاوف اللي جواك دي، علشان ممكن تبوظ لك الفرحة بتاعتك. خلونا بقى ناخد شوية كده صفات عن الشخص اللي هو هيخش حياتك او زوجك المستقبلي، علشان تقدر تعرف منها الشخص ده هو من الماضي ولا شخص من الحاضر، او شخص يعني لسه جديد هيخش المستقبل في المستقبل. يعني اول حاجه الشخص ده مستقل وناجح، يعني هو ما شاء الله مرتاح ماديا، عنده رفاهيه من ناحية الأموال، يعني وضعه المادي حلو جدا على فكرة، وشاطر في شغله وناجح في شغله وبيعرف يحقق أهدافه، وعلى فكرة ده هيجذبك ليه جدا. انت هتبقى معجب قوي بالحتة دي، لأن انت على فكرة واضح انك مهتم برضو بالجانب النجاح وتطوير النفس والحاجات اللي زي كده، فانت هتعتبر الشخص ده ملهم بالنسبة لك. كمان هو بيعرف يوازن بين حياته الشخصية وحياته المهنية اللي هو العمل والشغل، بيعرف يستمتع بحياته وفي نفس الوقت بيعرف ينجح ويشتغل كويس قوي. الشخص ده كمان بيهتم بالتفاصيل، وبيحب قوي الالتزام في عمله، يعني بيحب ان هو مثلا يحط خطة ويلتزم بيها، ملتزم في حياته اليومية، مثلا ممكن يكون عنده روتين بيمشي عليه دايما، وبيحب دايما يشوف نتائج لتعبه واجتهاده. مش شخص مثلا مش هوائي، مش شخص ما بيحسبهاش، دايما بيحب ان هو يطور الجانب المهني بتاعه، مش بيرضى بالقليل، يعني هو دايما عايز يعلى اكتر واكتر واكتر ويحقق رفاهية مادية، وبيحس بالامان قوي لما بيكون معاه فلوس. هو على فكرة بيحب الفلوس، بس مش بطريقة ان هو جشع مثلا او كده، لا هو بيحب يعني، ودي حاجة حلوة طبعا خصوصا لو في راجل. يعني الشخص ده كمان احتمال كبير يكون شغال في حاجة هو القائد فيها او الادارة مثلا في شغله، ده مش شغل كده قليل وخلاص، ممكن كمان يكون على فكرة عمله الخاص وشغله الخاص، مش بيشتغل عند حد. كمان هو رومانسي جدا ولكن عملي. يعني ايه؟ يعني ايه رومانسي عملي دي؟ يعني ما بيحبش ان هو يظهر او بالنسبة له التعبير عن الحب مش بالكلام بس، هنتكلم وهنعمل افعال كمان. هحبك، هبقى قد الحب ده وهاجي اتجوزك مثلا، هصرف عليكي، ههتم بيكي، هجيب لك هدايا، هبقى مثلا بدعمك، هبقى واقف معاكي، مش اللي هو اقعد احب فيكي كده وخلاص وفي الاخر ما عملش اي حاجه. لذلك الشخص ده لما بيوعد بيوفي بوعده. هو شخصيه جميله، بس هو من عيوبه زي ما بقول لك كده ان انا حاسه ان هو هيبقى متسلط شويه. الشخص ده هيبقى شويه عيوبه ان هو منشغل بالعمل قوي، فالحته دي هتبقى مضايقاك شويه، في ان هو هيبقى اغلب وقته في الشغل، اللي هو عارفه مثلا يشتغل طول اليوم، تيجي مثلا بالليل تقولي طب نتكلم مع بعض، طب ما اعرفش ايه، يقولك انا طول اليوم انا صاحي من بدري، انا طول اليوم تعبان وطالع عيني، معلش عايزه انام مش قادر. تجيله مثلا في نص اليوم، طب اهو احنا بالنهار اهو، لا انا بشتغل، لا انا عندي حاجات لازم اخلصها. فهو ايه، مش بطريقه برضو، يعني هو هيبقى برضو بيراعي شويه، بس هيبقى اغلب الوقت ممكن لما تحتاجيه ما تلاقيهوش بسهوله جنبك، يعني هيبقى الشغل واخده قوي. كمان من عيوبه ان هو مبالغ فيه قوي في الاستقلاليه، يعني دي ميزه ان هو الشخص يكون مستقل ومعتمد على نفسه، بس لما بيبقى اوفر يعني معتمد على نفسه زياده عن اللزوم، بتحس ان الموضوع ده بيخليه يعني ايه، مش محتاج لحد. والانسان بطبعه بيحب الشخص يحتاج له، ماشي ما يبقاش معتمد عليا، بس برضو حس شويه ان هو محتاجني، ان انا ليا دور في حياته. لا هو هيبقى عنده الموضوع ده اوفر شويه، ممكن كمان يكون ما بيعرفش يعبر قوي عن مشاعره وعن حبه بالطريقه اللي البنات بتحبها، فدي هتبقى برضو حاجه رخمه شويه. كمان الشخص ده هيبقى متعلق قوي بالفلوس، مش بطريقه ان هو مادي، ولكن بطريقه ان هو كانه مثلا عنده خوف قوي من المستقبل، بيترعب من فكره ان هو مثلا يبقى معهوش فلوس مثلا، او ان هو معرفش يصرف على البيت او على نفسه، او يحتاج ان يمد ايده لحد. الفكرة دي بتجننه، فبتخليه عنده هوس شوية بالحتة دي، فممكن يكون مش متوازن شوية. كمان هو بيحب شوية اللي هو كل فترة كده ينعزل ويبقى انطوائي كده ومعزول عن نفسه، دي ممكن برضو بتبقى رخمة بعد الجواز، الا لو انت بقى شخصية مشغولة بالفعل فمش هتفرق معاك الحتة دي.
كمان الشخص ده بطيء شوية وعنده تردد في الامور اللي ليها علاقة بالعاطفة. يعني هو ممكن ما يكونش كده في شغله قوي، بس انا حاسة انه في الامور اللي ليها علاقة بالعواطف هو بطيء شوية، وبياخد وقت في قرارات العاطفية. ودي دايما بتبقى صفة في كل الناس العملية على فكرة، هي بتبقى حاجة حلوة مش وحشة. احتمال كبير يكون الشخص ده كمان برج ترابي، يعني مش بالظبط بس احتمال كبير. الشخص ده هيخش في حياتك امتى؟ هو على فكرة بص انا هقول لكم امتى، دي مش بالارقام ولكن بوصف الحالة اكتر، لان دي هتبقى ادق شوية. هو في الغالب هيخش حياتكم الشخص ده في وقت انتوا مش متوقعين دخوله اصلا. عارفين كده في فترات كده بنبقى قاعدين متوقعين ان في حب هيخش حياتنا، بنكون احنا مثلا بندور على شخص معين، نخرج كتير عشان نقابل حد معين، بنخش مثلا في جروبات معرفش ايه عشان هدفنا ان احنا نشوف مثلا عريس كده ولا كده. لكن الشخص ده على فكرة انت هتقابله وانت مش قاصد. وعلى فكرة الفترة اللي انتوا هتتقابلوا فيها هيكون في تغييرات كبيرة جدا في حياة كل واحد فيكم، هتبقوا بتمروا بتغييرات كبيرة قوي في الفترة دي. يعني من الحاجات او من الدروس العظيمة اللي الشخص ده هيعلمها لك في حياتك هو ان انتي تعتني بنفسك. هتحسي ان انت شايفة الجمال لأول مرة، الجمال في الحياة، الجمال في نفسك، الجمال في الاخرين. هتحسي ان انتي عايزة تهتمي بالكل، تهتمي بنفسك، تهتمي بصحتك، تبدعي اكتر، تتعلمي من خلاله ان انتي تفكري بطريقة خارج الصندوق مثلا، تحسي ان جالك افكار جديدة، تكتشفي فجأة موهبتك. يعني هيعرفك حاجات كتير قوي على فكرة عن نفسك، حاجات جميلة، حاجات هتخليكي تعرفي قيمة نفسك وقيمة اللي حواليكي وقيمة الجمال الحقيقي اللي جواكي. وعلى فكرة ثقتك في نفسك وفي جمالك هترتفع جدا بعد الزواج وبعد ما يدخل الشخص ده في حياتك. يمكن لان هو هيشكر فيك كتير وهيحبك، يعني هيحب شكلك كتير وجسمك، وهيعكسك وهيقعد يقولك الله لبسك حلو، انت شكلك حلو، انت معرفش ايه. فهتحسي ان انت واثقه في نفسك بقى وفرحانه وحاسه ان انت حلوه. وكمان هيحسسك بالاستقرار العاطفي قوي، يعني حياتك هتبقى اكتر اتزان واكتر سلام نفسي. خلونا بقى نشوف الشخص ده اول حرف من اسمه. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتضغطوا لايك. حرف القاف، الميم، الجيم، العين، الت، الس، الح، الواو، الف، الزين، السين، الهمزة اللي هي الألف، يعني الح، اليه، الصاد، الف، السين، الهاء والدال. فبس دي كل حاجة يا مجموعة رقم 1. أشكركم جدا، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا لايك. بحبكم جدا، مع السلامة. اهلا بيكم يا مجموعة رقم 2. اول حاجة هناخدها هي الطاقة بتاعتك. طيب اولا كده انا شايفة حد بيحن قوي للماضي وللطفولة، بيحن لابوه وامه، بيحن لقعدة العيلة والصحاب بتوع زمان. ممكن تكون بتحن لصحابك في المدرسة ايام المدرسة مثلا، او حتى بتحن لقرايبك ايام لما كنتوا بتتجمعوا كلكم. ممكن كمان تكون الفترة دي بتحاول تبعد عن اي حاجة ليها علاقة بالتكنولوجيا او بالاجهزة، يعني بتحاول تقللها مش مانعها خالص. كمان انت بتقارن بين علاقاتك الحالية او مثلا علاقة عاطفية حالية بعلاقة عاطفية قديمة. انا شايفة كمان ان انت بتحن مش بس الاشخاص او حتى لاجواء قديمة، لا انت كمان بتحن لمبادئ واخلاق. وممكن يكون مثلا كنتوا زمان ناس متدينة او ناس مثلا روحانية، ايا كان الشيء اللي انتوا كنتوا بتعملوه زمان مثلا، وحاسس ان انت حابب ان انت ترجع تاني يكون عندك الصفات دي او الافعال الجميلة دي اللي كانت بتحسسك بالدفى وبتحسسك بالامان كده والاستقرار. ممكن تكون مواهب، رجعت تاني تعمل مثلا كروشيه، مثلا كنت بتعمل كروشيه زمان ورجعت تعمله، او رجعت تكتب، او رجعت ترسم. يعني حاجات من الماضي انت بتحن لها وبتحاول ان انت ترجعها تاني. اول حاجة قبل ما هتقابل الشخص ده انا عايزة اقولك ان انت هتكون في مرحلة
حاسس بضغط نفسي كبير، وهتبقى حاسس ان انت يعني مرهق من كمية المسؤوليات اللي عليك. على فكرة انت ممكن تكوني واحدة عندك اطفال وبتربيهم لوحدك، مثلا ارملة او مطلقة، او حتى مثلا عندك اخواتك الصغيرين انت اللي مسؤولة عنهم، ومثلا مامتك رامية كل الاعباء عليكي. ممكن يكون انت اللي بتشتغلي وبتصرفي على نفسك في وجود اهلك، بس مثلا انت اللي بتجهزي نفسك، انت اللي بتصرفي على البيت، يعني بتساعدي مامتك باباكي ايا كان. انت في مسؤولية كبيرة وانت حاسه ان المسؤوليه دي اكبر منك، يعني انت تعبانه قوي في الموضوع ده، او انت تعبان قوي وحاسه ان انت عندك يعني حتى عاطفيا مرهق. على فكره الطاقه دي مش لازم تكون انت فيها دلوقتي، يعني لو انت فيها حاليا اعرف ان الشخص ده قريب قوي هيخش حياتك، لان دي طاقتك في الوقت اللي انت هتقابل فيه الشخص. يعني انت هتبقى حاسس كده، بعدها على طول هتقابل الشخص او هيخش حياتك. فانت كمان هتكون حاسس بان انت منهك عاطفيا، يعني مفيش حد مثلا بيدعمك، مفيش حد مثلا بيحبك، مفيش حد واقف معاك، محدش بيديلك حب في عز الازمات والضغط اللي انت فيه ده. ممكن كمان تكون بتعاني بصعوبة كده ان انت تتخلص من ألم في الماضي، او ندمان مثلا على اختياراتك السابقة او علاقاتك اللي فاتت ومش عارف تتخلص من ده. كمان انت هتحس ان انت كأنك عندك بلوك مثلا، حاسس ان انت جبت اخرك، هي دي الكلمة، انت جبت اخرك وخلاص، مش قادر تستحمل اكتر من كده. هتحس كأن جواك في نداء، كأن روحك بتقول ساعدوني، انا عايزة حد يساعدني، انا محتاجة حد، انا محتاجة دعم، انا محتاجة مساعدة، محتاجة حد يساعدني ان اتغير، ان انا ارتاح على الاقل. انا عايزة ارتاح، انا عايز اجازة، انا عايز ما يكونش عندي اي مسؤوليات. اللي هيحصل بقى ان في الوقت ده هيدخل في حياتك الزوج المستقبلي. الزوج بقى ده على فكرة فيه حاجة غريبة قوي، هو هيبقى شخصية بالنسبة لك غريبة من ناحية ايه؟ يعني شوف، انا عماله اقول لك انت هتبقى شايل الهم وتعبان وطالع عينك وبجد تعبان قوي، وهيجي لك ده واحد حرفيا، عارفين لما الواحد يكون ميت ويصحى، هو يعني مش بالمعنى ده، بس هو هيدب الامل فيك، هيدب الحياه فيك. هيبقى الشخص ده على فكرة عكسك خالص، يعني انت منهك وتعبان، هو شخص مليان بالطاقة والحماس، وشخص غريب، يعني شخص هيجي يقلب لك، هيشقلب لك حياتك حرفيا، هيخرجك بره منطقة الراحة بتاعتك، هيخليك تاخد يعني تعمل تغييرات كبيرة قوي. كبيرة قوي دي يعني ترجع لك انت، يعني هو مش لازم مثلا مش هتغير العالم يعني، بس كبيرة دي ممكن حد مثلا ان هو ينتقل من بيت لبيت تاني، دي بالنسبة له تغيير كبير مثلا، او ان هو ينتقل من بلد لبلد، او ان هو حتى يخش في علاقة عاطفية، ممكن ده بالنسبة له يبقى تغيير كبير قوي. بالنسبة لحد تاني لا، ده حاجة عادية. هو هيخليك تاخد تغييرات كبيرة جدا وفي نفس الوقت سريعة. هي دي بقى المشكلة ومش مشكلة ليه بقى؟ لان الشخص ده هيبقى شوية، ده بقى اللي هو ان شاء الله الزوج المستقبلي، هو شخص متحفز كده ومندفع وجريء قوي، وكمان في حتة ان هو سريع في اعترافاته. يعني شخص مثلا ايه، لو حبك هيقولك انا بحبك بسرعة، مش تقيل بقى ومش بيقعد يحسبها والكلام ده. هتلاقيه بيتعرف عليك النهاردة، مثلا انتوا لسه بتقولوا اسمك ايه واسمك ايه، هيقولك يلا نخرج، بس مش بطريقة غبية، او مش بطريقة ان واحد مثلا هوائي وعبيط، لا، هو هيبقى يعني ايه اجتماعي، او اللي هو عشري قوي. وممكن على فكرة يكون ده مش طبعه مع الكل، مع ان انا حاسة ان هو شخصيته، هو شخص فعلا اصلا يعني ايه جريء وكده. يعني مش قصدي ان هو بتاع بنات وبيتعرف على بنات، لا، انا قصدي هو مش من النوع البطيء، مش مثلا ترابي. عارفين انتوا الترابيين طاق قوي في كل خطوة لازم يفكروا 50 مرة، لا، هو ماشي ورا مشاعره، هو عايز ارتاح لك على طول كده، يلا نتقابل، يلا نخرج، يلا نحب بعض، انا وقعت في حبك، يلا نتجوز، ورا بعض ورا بعض ورا بعض. فده هيخليك على قد ما هو هيجدد لك الحياة في حياتك، لان انت على فكرة مع ده يعني رغم كل الدربكة دي انت هتبقى مبسوط، وهتبقى حاسس بان هو في حد كده فجأة جه خلى حياتك حلوة، خلى فيها روح حلوة. بس في نفس الوقت هتبقى ساعات متضايق شوية، لان انت حاسس ان هو بيتجاهل مشاعرك مثلا، او اللي هو ايه، يعني ايه، مش هيديك فرصة تتأنى وتهدى
وتفكر وتاخد الامور بالتعمق كده وتشوف هو احنا فعلا ننفع لبعض ولا ما ننفعش لبعض. واضح ان انت شخص اصلا يعني ايه عاطفي بقى وحالم وبتحب كده هادي. انت شخص هادي على فكرة، وبتحب تاخد كل حاجة كده على مهلك وتفكر فيها، فهو ده هيوترك شوية. انت هتتوتر بس هتبقى مبسوط، يعني متوتر بس هتبقى مبسوط. بالنسبة لأول مقابلة هتتقابلوا فين، أنا شايفة إن انتوا هتتقابلوا احتمال كبير قوي يكون عن طريق الإنترنت. وممكن كمان تكونوا من دول مختلفة، يعني هو مثلا من دولة غير الدولة اللي انت فيها، وهتتكلموا عن طريق الإنترنت. كمان أنا حاسة إن انتوا ممكن تتقابلوا في لو مش على الإنترنت فممكن تتقابلوا عن طريق حاجة زي معلم كده، اللي هو مثلا في مكان مثلا سياحي، في مكان مشهور. يعني ممكن تكون مثلا طالع تعمل عمرة، مثلا تتقابلوا في مكة او في دبي، مثلا تتقابلوا عند برج خليفة مثلا، يعني حاجة كده، حاجة مشهورة. ممكن في حديقة مثلا كبيرة مشهورة، ممكن مثلا مهرجان او مدينة مثلا سياحية، او يعني حاجة كده تكون معلم زي ما بقول لكم، حاجة مشهورة، حاجة معروفة. كمان لو على طريق الانترنت ممكن جدا يكون عن طريق موقع للجواز، يعني تخش تشترك في موقع زواج وتتعرفوا على بعض. انا حاسه برضو ان انتوا مفيش بينكم مثلا ناس مشتركه قوي، يعني معارف او صداقات مشتركه، ولو في بينكم هتبقى مش مقصود قوي، يعني مش صحاب قوي. يعني مثلا ممكن تلاقي واحده صاحبتك متابعه واحد على النت، هي متابعاه، هو مش صاحبها قوي مثلا ولا حاجه، بس انت تشوفيه مثلا عندها فيعجبك فتبعتي له مثلا طلب صداقه وتبداوا تتكلموا، اللي هو معارف بس ايه، عامه كده سطحيه. انا شايفه ان اللي حواليكي اهلك واصحابك او اهلك واصحابك هيكونوا فرحانين قوي ليك ومش مصدقين ان انت خلاص هتتجوز، او ان انت لقيت خلاص الشخص اللي انت يعني يملى حياتك او ترتبط بيه. هيكونوا مبسوطين جدا، مش حاسه ان في حد هيبقى مثلا غيران او حقود او الكلام اللي زي كده، لا بالعكس. اصحابك واهلك هيكونوا بجد فرحانين قوي وهيبقوا نفسهم قوي. يعني لو انت عندك مثلا ولاد خالة، بنات خالة مثلا، او انت مثلا عندك صحابك او كده، هيبقوا متحمسين قوي لفكره ان هو تنزلوا بقى تنقوا الجهاز مع بعض واللبس وتروحي بقى تعملي شعرك ويبقوا معاكي بقى عشان يحضروا الفستان اللي هيحضروا بيه حفله الفرح والحاجات التفاصيل اللذيذه دي. فانا شايفه ان اهلك او صحابك بيحبوكي قوي. من الحاجات اللي هتجذبه ليكي اول ما هيشوفك وهيخليه عايز يتجوزك ويقول هي دي اللي انا عايزها، انه الشخص ده هيحس ان انت قد ايه شخص بيفهم الاخرين وبيتعاطف معاهم، وعندك قدرة على انك تسمعي الناس اللي معاك. يعني مش شخص مثلا بياخد او ما بيديش مثلا، لا بياخد وبيدي، وبيدي اكتر ما بياخد كمان. شخص مستمع بتفهم وتفهم عميق. على فكرة انت ممكن تكوني او انت ممكن تكون شخصية شاطرة جدا في النفسية وفهم نفسك وفهم الاخرين. يعني سبحان الله ممكن تكون بالفطرة كده، ممكن تكون بالفطرة بتحس بالناس قوي، بتساعدهم ان هم يرتبوا افكارهم. انت شخص حنين، شخص لطيف وجذاب قوي، يعني الحتة دي جذابة فيك قوي وبتخليك مميز عند اصحابك وعند الناس اللي بيحبوك. كمان الشخص ده هيلمس فيك قوي حتة ان انت، يعني سبحان الله، رغم ان انت مثلا عندك يعني شوف مسؤوليات قد ايه وطالع عينك في الوقت اللي هو هيقابلك فيه، الا انه هيحس ان انت عندك هدوء داخلي غريب. هيبقى على فكرة حابب فيك قوي ان انت تميل للاستقرار العاطفي. يعني انت شخص عايز علاقة حقيقية، علاقة جادة، علاقة تستقر فيها عاطفيا، تدي فيها من كل قلبك. فهو هيبقى مصدق لقى حد كده، مش حد مثلا هوائي وعايز يمشي وخلاص، يعني يقضي يومين ويمشي. كمان هيجذبوا فيك قوي ان انت بتعتني بالاخرين. عشان كده بقولك انا حاسه ان انت من مسؤولياتك ان انت في حد انت مسؤول عنه، سواء اخواتك، سواء اهلك، سواء اولاد مثلا. فهو هيبقى عاجبه فيه قوي حته ان انت بتعتني بالاخرين، وشخص شخص حنين كده ومش مثلا اناني ولا مثلا مش مسؤول، لا انت مسؤول وبتاخد بالك من اللي حواليك وبتدعمهم دايما. هيبقى كان حابب فيك ان هو حاسس ان انت جميلة قوي، عندك جمال داخلي وجمال خارجي، يعني حد جميل قوي. على فكرة انت ممكن كمان تكون بشرتك بيضة
وخدودك حمرا كده، اللي هو من الناس اللي هي بتبقى بيضة قوي لدرجة ان وشها بيبقى محمر كده. ممكن احتمال يعني لبعضكم. انا عاجبني قوي الحاله والطاقه اللي انت هتحس بيها لما تقابله. انت هتحس اتجاهه، يعني هو بص هيحس اتجاهك بشكل عاطفي قوي. انت هتحس كده برزانه، هتبقى تقيل في نفسك، بس في نفس الوقت هتبقى الحلو في الموضوع ان انت هتبقى منفتح على العلاقات الجديده، هتدي فرصه، مش هتقفل الباب، هتحس ان انت اوبن كده من جواك، وهتحس ان انت ممتن وحاسس كمان بالفضول، وان كأنك داخل على مغامرة جديدة، عايز تعرف يا ترى العلاقة دي هتبقى عاملة ازاي، يا ترى الشخص ده هيبقى ايه. هتبقى نفسك على فكرة، يعني هيبقى عندك فضول تفهمه بعمق، هيبقى شخصية بالنسبة لك غريبة وعكسك شوية، بس هيبقى ده مخليك حاسس بالإثارة، حاسس ان انت اخيرا قابلت حد مثلا يطلعك بره الدايرة اللي انت حابس نفسك فيها، حاجة جديدة، شعور جديد. هتبقى على فكرة العلاقة دي بالنسبة لك هتبقى حاجة جديدة جدا، كأنك بتختبرها لأول مرة، يعني كأنك مثلا أول مرة تخش علاقة عاطفية فيها يعني جدية مثلا، أول مرة مثلا، أول مرة تقابل النوع ده، أول مرة تحب. مش عارفة، انت هتبقى حاسس ان هو هتبقى حاسس بالمغامرة والاستكشاف، ممكن كمان لأن هو شخص مغامر، فهو هيخليك دايما حاسس فعلا بإحساس المغامرة كده، وإن حياتك بقت جديدة فجأة. شكل فرحكم يعني صراحة فاجئني بصراحة. فرحكم هيبقى فرح غير تقليدي بالمرة، يعني هيبقى مفاجئ، ممكن يكون ضخم جدا جدا، يعني لدرجة ان هو يبقى فرح كبير قوي وضخم ويعني في بهرجة جامدة قوي، وممكن يكون بمعنى تاني ان هو هيكون فرح ضد الأعراف الاجتماعية، يعني كأنه مثلا في تمرد، كأنكم هتعملوا حاجة مجنونة، حاجة فيها تمرد على العادات والتقاليد، هتتجوزوا بطريقة زي ما بقولك كده مجنونة، طريقة هتغضب بعض الناس مثلا، او هتفاجئ الناس، او هتقول ايه ده، او مثلا هتتجوزوا بسرعة جدا، او تاني يوم هتقولوا مثلا يا جماعة احنا رحنا كتبنا الكتاب ورجعنا كده مرة واحدة. هتعملوا حاجة فيها تمرد، او حاجة لو ما فيهاش تمرد هيبقى فيها زي ما بقولك كده بهرجة جامدة قوي وحاجة رهيبة يعني. كمان هيبقى الفرح بتاعكوا ده على فكرة مش هيبقى حاجة كده يعني مش زي اي فرح كده هيعدي والسلام. الفرح ده بالنسبة لكم هيبقى لحظة تحول في حياتكم، يعني كأنكم مثلا يعني ايه، هتحسوا قد ايه انتوا مثلا يعني اقوياء قوي. يعني على فكرة ممكن تكونوا لان انتوا برضو هتمروا بشوية صعوبات وتوتر كده قبل الفرح، هيبقى في شويه، ممكن على فكره يبقى في خلافات مثلا بين الاهالي، في حاجات صعبه قوي، في كل الناس مثلا من عندك ومن عنده مثلا، اللي هم مثلا الناس الكبيره بقى اللي هي المسؤوله عن الجواز نفسه زي الاهالي، مش مجرد الصحاب، لا الصحاب هيبقوا فرحانين ومبسوطين قوي. انا قصدي مثلا ممكن يبقى في حاجات هو مثلا من دوله تانية، فهيبقى الاعراف عنده والثقافه عنده غير عندك، فاهلك مثلا هيقولوا لا ما ينفعش، احنا عندنا لازم نكتب مثلا مهر وقايمه وشبكه ومعرفش ايه، وهو مثلا ما عندوش الكلام ده، او العكس. فمثلا انتوا الاتنين هتتمردوا على ده وهتتجوزوا وهتكتشفوا قد ايه ان انتوا اقوياء قوي، ان انتوا اخترتوا بعض ووقفتوا في وش كل الصعوبات يعني اللي هي بتبقى قدامكم او كده. بس زي ما بقولك هيبقى فيه شويه توتر كده قبل الفرح، بس فرحكم هيبقى مجنون قوي على فكره. وعلى فكرة فرحكو ده شبه شخصيته اصلا، هو شخصية فعلا مترقعة كده ومندفعة وسريع وكده يعني، فهو يليق عليه قوي. في شخص المفروض تكون حذر منه او حذرة منه. الشخص ده يعني مش عارفة، هو بصوا هو في اكتر من احتمال. اولا كده ممكن يكون لو انتي مطلقة، فاحتمال برضو يكون في شوية مشاكل مع طليقك، يعني لما الشخص ده يخش حياتك وتتجوزيه مثلا ممكن يبقى غيران شوية على الأولاد، يعني خصوصا لو في أولاد، أو مثلا لو هو مثلا كان بيصرف على الأولاد وبيساعد، هيمنع ده وهيوقف ده، وهيبقى مش عايز ان هو يديلك فلوس كنوع من العقاب مثلا، او كنوع بقى من ايه، من التخلي عن المسؤولية. وممكن كمان في اكتر زي ما قلت لكم في اكتر من احتمال. الاحتمال التاني انه ممكن يكون في حد هيوعدكم
بمثلا زيادة في الراتب، او ان هو مثلا هيسلفكم مبلغ علشان تجهزوا نفسكم للجواز يعني وكده، والشخص ده مش هيوفي بوعده. الحاجة بقى التانية اللي انا عايزاكم تركزوا فيها قوي، لان الاحتمال ده يعني ايه لايق قوي مع قصة الفرح بتاعتكم. انا حاسة ان انتوا لو انتوا فعلا هتتخلوا عن حقوقكم اللي هي مثلا المؤخر، القايمة، الحاجات اللي هي تضمن فيها حقوقكم المادية، بالذات المادية، لانكم مثلا صدقتوا في الشخص ده، وان الشخص ده مثلا جه قال لكم انا مؤمن بان الحب اهم حاجة، وان احنا نكون مع بعض، والحاجات دي كلها انا ما بحبهاش، وما بحبش ان انا امضي على حاجات والحاجات اللي زي كده. اوعوا تعملوا كده، كونوا حذرين من شخص زي كده. مش من شخص، لكن الفكرة في انه حتى لو هو صادق في كلامه، انتوا متعرفوش بكرة هيبقى فيه ايه. فلازم ان انتوا ما تصدقوش قوي وعودوا في الحتة دي، وتاخدوا كل حقوقكم كاملة. خدوا كل حقوقكم كاملة، وده مش عيب، دي الاصول. وحتى لو احنا تفكيرنا بقى منفتح ومعرفش ايه والكلام ده، لا، بلاش تخسروا او تغامروا في حاجة زي كده. اضمنوا حقوقكم واتجوزوا بشكل رسمي. يعني حتى لو انتم مش عايزين تعرفوا الناس مثلا كلها، حاولوا برضو لازم يكون الجواز موثق ويكون قانوني ويكون تمام، يعني فاهمين، تقدروا تاخدوا حقوقكم لا قدر الله في اي وقت. فما تنجرفوش ورا مشاعركم وتخافوا ان هو يخلع مثلا او يسيبكم او الجوازة تبوظ لو انتوا تمسكتم بحقوقكم. طيب نيجي بقى نشوف مواصفات الشخص ده. من مواصفاته انت هتعرف ان كان الشخص ده من الماضي او هو شخص جديد خالص هيخش حياتك. هناخد مواصفات كده سريعة عنه. اول حاجة، الشخص ده مفيش يعني شك ان هو شخصيته قوية جدا، وان هو عنده ثقة في نفسه عالية قوي. كمان الشخص ده نشيط، يعني شخص مش كسول، شخص مش بطيء، شخص حماسي، شخص اللي هو لما بيحس بحاجة بيعبر عنها بسهولة، بياخد القرارات بشكل سريع. كمان كريم جدا وبيحب العطاء يعني، وبيحب يساعد الناس على فكرة قوي. وكمان هو شخصية قيادية، مش شخصية سهل ان هو مثلا يمشي ورا حد، يعني مش هيكون مثلا بتاع مامته او حد بيتحكم فيه او الكلام اللي زي كده. طموح، مبدع، اكيد ناجح في شغله على فكرة الشخص ده. وبيحب قوي روح التعاون، يعني بيحب يشتغل مع فريق، حتى لو هو هيبقى القائد بتاعهم او المدير بتاعهم، بس بيحب يبقى عنده فريق كده ويقعد بقى يحمسهم. ممكن يكون بيشتغل في حاجة ليها علاقة بالتنمية البشرية او لايف كوتش او الحاجات اللي زي كده. كمان الشخص ده بيهتم جدا بشريك حياته، بيهتم بيه عاطفيا يعني، وبيهتم بيه كمان في حتة ان هو ايه، انا قلت لكم ان هو حماسي وبيحب يساعد الناس وبيحب يحفز الناس وعنده طاقة فظيعة. فالشخص ده على فكرة هيبقى كمان من الانواع اللي هي صعبة قوي ان هي تقعد كده في البيت. هو بيحب الحركة، بيحب السفر، بيحب كمان ان هو يعني هيساعدك قوي في شغل البيت، اللي هو ممكن ينظف معاكي، ممكن كده يعني، اللي هو مش كسول. كمان زي ما بقولك، بما ان هو عنده الصفات دي، فهو كمان بيهتم بشريك حياته في الجانب النفسي، في حتة الثقة في النفس. يعني هيحسسك قد ايه انت محبوبة، قد ايه انت مميزة، قد ايه انت جميلة، فهيرفع من ثقتك في نفسك وحبك لنفسك. كمان مغامر، يعني بيحب ان هو يجرب حاجات جديدة مع شريك حياته. بيحب ان العلاقة تبقى جديدة كده ومتجددة، مش روتينية او مملة. لا، بيحب قوي ان هو شخص خدوم وشخص ممتع كمان. طبعا تفكيره ايجابي جدا ومتفائل، وبيحب ان هو دايما يعني ايه، بيحب يبص على الفرص اكتر ما يبص على المشاكل. انتوا فاهمين الفرق؟ زي ما قلت لكم برضو سريع قوي في اتخاذ القرارات، فدي ممكن تكون حاجة حلوة وحاجة وحشة، لانه ممكن تخليه شوية نوعا ما مندفع، يعني هو مندفع نوعا ما. الشخص ده كمان عنده ايمان عالي وروحاني، ولكنه مش متزمت، مش شخص يعني ايه، اللي هو بيحب الحياة وبيحب الدين، مش شايف ان الدين مثلا لازم نقعد في المسجد وخلاص ونزهد في الحياة كلها. لا، هو مش كده. من عيوب الشخص ده ان هو هيكون مغرور شوية، لان ثقته في نفسه عالية قوي، عالية الى درجة الغرور نوعا ما. ممكن يبقى تنك في نفسه شوية، فانتوا بقى محتاجين ايه، ان هو تحسوا ان هو حد لذيذ وكده، بس بلاش تبالغوا قوي، لان هو اصلا لوحده هيبقى منفوخ، فما تنفخوش اكتر. كمان هيبقى من ضمن حتة الغرور دي
يعني هتظهر برضو اكتر في حتة ان هو شايف ان هو دايما على حق، وان هو اللي صح، وان هو افضل من اللي حواليه، وان هو اللي بيفهم ومحدش بيفهم غيره. بيحب كمان يسيطر شوية، هو شخصية مسيطرة يعني مثلا هو لانه قيادي، هو على انه شخصية قيادية، فبيحب ان هو يفرض رأيه. زي ما قلت لكم كده، هو بيبقى شايف ان هو اللي بيفهم. بيحب يوجه الناس، ما بيحبش مثلا ان هو يعني ايه، يعني ممكن يضغطهم شويه. عارفين اللي هو حد لما يوجهك لدرجه ان هو يضغطك شويه، يحسسك ان انت هو ايه يا جماعه انت، او هو ايه انت بتلغيني خالص كده، وانا يعني ما بفهمش. هو انا ما بفهمش او ما عنديش مخ يعني، ما انا بفهم وممكن عادي يعني اصرف نفسي بنفسي في حياتي. لا، هو رخم شويه في الحته دي. كمان زي ما قلت لكم ان هو اندفاعي، يعني ما بيفكرش بعمق قوي في الامور، يعني متسرع. عشان كده بقولك لو جه قالك انا عايز نتجوز بقى ويلا ومعرفش ايه وهو ده الصح وجواز زي الناس المنفتحة اللي مش لازم اصلا يبقى فيه لا حقوق ولا اوراق ولا الكلام ده، اوعى توافق، اوعى، لان الشخص ده هو اصلا متقلب شويه. يعني هو زي ما هو خد قرار سريع في ان هو يرتبط بيك، ممكن ياخد قرار سريع ان هو يسيبك، وممكن ياخد قرار سريع انه يرتبط بغيرك. فنوعيه الشخص ده بالذات، عارف لو هو مثلا حد بياخد القرارات بناء عن تفكير عميق، كنت هقولك ماشي، لان الشخص ده ما دام اتجوزك خلاص صعب ان هو يتجوز غيرك. انما شخصيه اندفاعيه كده، ما تثقش قوي في الشخصيه الاندفاعيه في الحاجات اللي زي كده بالذات. كمان الشخص ده عنده حساسية للنقد، يعني ما بيحبش حد ينقده، ما بيحبش حد يقوله انت غلط، يعني بيحس ان دي اهانة، كأنك كده بتهينه، او مثلا ان انت مش بتقدره زي ما هو يستحق. لان انا بقولك هو ثقته في نفسه اوفر شوية. من عيوبه برضو ان هو توقعاته عالية من الاخرين، يعني هتلاقيه شخصية متطلبة، اللي هو ايه، طلباته كتير، عايز اللي قصاده يكون بنفس الحماس، بنفس النشاط، بنفس التجديد، بنفس الحاجات اللي زي كده. فلو انت شخصية اصلا بطيئة وهادية وبتحب السكون وبتحب التفكير العميق، هيوترك شويه الشخص ده. هو ممكن يفيدك في حاجات بقى، زي مثلا ايه، زي ان هو يشيل من عليك المسؤوليه دي، يساعدك في المسؤوليه، يساعدك في المصاريف، لان هو كريم على فكره. طيب هتتقابلوا امتى؟ هتتقابلوا احتمال يكون بعد اسبوعين من الفيديو ده، او بعد شهرين، واحتمال لبعضكم احتمال كبير يكون في فصل الربيع، في فصل الربيع القادم ان شاء الله. من الحاجات اللي هتتعلمها مع الشخص ده ان انت تعبر عن نفسك بثقة، يعني ثقتك في نفسك هترتفع. كمان هيعلمك انه في دايما فرصة ان انت تبدأ من جديد، وان انت بعد اي فشل هتمر بيه او صعوبات، يعني تقدر عادي، تقدر تبدأ تاني، هتبقى مستقبل اكتر للفرص. لان هو هيعلمك الدرس ده قوي. انت هتحس ان انت يعني ايه، بعد كل المصاعب اللي انت مريت بيها، انت بقى في عندك فرصة وحياة جديدة. فهتحس ان في امل، يعني عادي، انا ممكن كل مرة اوصل لمرحلة وحشة، انا ممكن ابدأ من جديد عادي. كمان هيعلمك ان انت تكون جريء في التواصل وتعبر عن فكرتك بوضوح. يعني لو انت مثلا موهوب في حاجة ليها علاقة بالتواصل، بتتكلم كتير مثلا في فيديوهات، او بتكتب، او مثلا عندك افكار خاصة بيك، هتتعلم منه الحتة دي، ان انت تعبر عنها بوضوح وبثقة وما تكونش خايف. يعني زائد ان هو طبعا هيساعدك في حاجات كتيرة قوي في حياتك، وهتحس معاه ان انت حياتك اتغيرت 180 درجة، كأنك بجد بجد في حياة جديدة خالص. خلونا بقى نشوف اول حرف من اسم الشخص ده.
تمام، هرتبهم وارجع لكم. الحروف هي الباء، الضاد، الجيم، الشين، واو، ياء، دال، ي، غين، زين، نون، كاف، صاد، ميم، عين، وظه. وعندي الشين اتكرر والضاد والياء. فبس دي كل حاجة. مجموعة رقم 2. أشكركم جدا، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتضغطوا لايك. أحبكم جدا، مع السلامة.